السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور، وعايزه اقول لكم بشرة خير قبل ما نقول الخبر الوحش. بشرة خير النهارده كده، نزول اعلاف هيثم الصعيدي ونزول اعلاف الوادي كمان، نزول قوي جدا. وكمان هيبقى النهارده باذن الله في نزول قوي جدا لاسعار باقي مصانع الاعلاف. النهارده نزول اعلاف هيثم الصعيدي 700 جنيه للطن. النهارده اعلاف هيثم الصعيدي بقى 18200، البادي 23%، 18200 سعر الطن. فده يعني سعر عالمي حلو جدا. لما يبقى سعر طن العلف 18200 فحلو جدا جدا. ده معناه ان اعلاف البياض نزلت اقل من كده كمان، وفي طبعا بعض الاعلاف نزلت اقل من كده بكتير. دي حاجة. نزول الأعلاف طبعا حاجة بتفرح جدا جدا. طب ارتفاع الكتكوت ده بقى آخرته ايه؟ يعني هنقول النهاردة ارتفاع الكتكوت ده آخرته ايه. أول حاجة كده، نزول الكتكوت مش هينزل غير لما الطلب يقل شوية على سعر الكتكوت. طول ما الطلب عالي هيفضل سعر الكتكوت عالي ورافع. لازم الطلب يقل شوية أو ينزل شوية عشان سعر الكتكوت يهدى. هو في ارتفاع النهارده؟ في ارتفاع النهارده في سعر الكتكوت. طيب، في طلب اكتر من العرض، لدرجة ان العرض مش مكفي الناس اللي بتطلب او بتسحب الكتكوت يوميا. فده حاجة برضو بتخلي الشركات الكتاكيت تدلع شوية او تسوي دلالها. الناس بقى اللي بتقول لي انت كنت بتقول انها هتنزل وما نزلتش، والله الطلب كتير، انا ما اقدرش اوقف الناس من الطلب اللي بيطلبوه. يعني ما اقدرش اقول للناس استنى ما تاخدش، انا بقول لك انت ما تاخديش، وبقول للناس اللي بتخصني ما تاخدوش دلوقتي. لكن غيري بياخدوا وبيسحبوا، ومكاتب الكتاكيت شغالة، لا خدوا دلوقتي، خدوا دلوقتي، خدوا دلوقتي عشان تلحقوا الموسم، خدوا دلوقتي بكرة هتغلى. لا، لو ما فيش سحب عالي الكتكوت هيبدأ ينزل. انت براحتك تشتري كتكوت ب27 جنيه او ب30 جنيه، او ما تشتريش، كل واحد حر في نفسه. انا مش هقول تاني اشتروا او ما تشتروش. نبدأ كده ونسمي الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده اللي عامل 21 جنيه من ارض المعمل، بتباع النهارده في المحلات ب22 ل22 ونص. اما كتكوت الشركات النهارده واللي بادئ من 23 لحد 27 جنيه. في كتاكيت النهارده بيضة وصلت 30 جنيه سعر الكتكوت، بيطلع من الشركة ب27 جنيه وبوصل للموزع والمكتب والموزع. فبيصرف لحد كده، ده بياخد جنيه ونص في سعر الكتكوت، وده بياخد جنيه، وده بياخد لحد ما يوصل 30 جنيه سعر الكتكوت الشركات اللي هو في الشركة أصلا ب27 النهارده. يعني اسعار الشركات او اسعار كتاكيت البيضة النهارده بادئه من 23 لحد 27 و30 جنيه سعر الكتكوت. اما كتكوت البلد الحر النهارده واللي عامل 9 جنيه ونص، بلد مشعر النهارده 11 جنيه، رز فرزي برابر النهارده 13 جنيه، ورز فرزي ديوك النهارده رزي على وشه النهارده 15 ونص، ورزي فرزي ديوك النهارده 17 ونص. جميزه النهارده 19 جنيه. للأسف الشديد الجميزة رفع النهاردة 19 جنيه، وفي بعض الأماكن بتبيعه ب20 و21 كمان. أما بالنسبة لأسعار الساسو الشفر النهاردة 16 ونص، وساسو جيل تاني النهاردة 15 جنيه، هيجين عالي النهاردة 18 جنيه، وبلدي هيجين النهاردة 12 جنيه، فيومي بلدي النهاردة 12 جنيه. وأسعار الرومي، سعر كتكوت الرومي البلدي الأسود البرونز النهاردة 33 جنيه، وللأسف مش متوفر كمان. أما سعر البط النهاردة، البط المسكوفي R41 النهاردة 40 جنيه، مسكوفي مخلط النهاردة عامل 38 ونص، ومسكوفي ومولر محلي النهاردة عامل 38 جنيه. فرنساوي بيور النهاردة 29 جنيه ونزل جنيه، وفرنساء وبكيني عادة النهاردة 23 جنيه، والشروفان النهاردة 25 جنيه. أما عن تنفيذ الأبيض، فارتفاع سعر الفراخ البيضة النهاردة مع نزول سعر العلف ده كمان سبب أساسي في ارتفاع سعر الكتكوت النهاردة. النهاردة الكتاكيت التسمين النهاردة 66 جنيه تنفيذ من أرض المزرعة، بتتباع النهاردة في المحلات ب70 جنيه، وبعض المحلات كمان بتبيع ب72 جنيه الكيلو. أما الفراخ الساسو النهاردة 95 جنيه من أرض المزرعة، وبتتباع للمستهلك النهاردة ب100 جنيه الكيلو. اما بالنسبه لاسعار الفراخ الرز النهارده و105 تنفيذ، بتتباع للمستهلك النهارده ب110 و115، وبعض الاماكن بتبيعها ب120 على انها بلدي.
الفراخ البلدي البلد الحر والبلد المشعر النهارده، والكيلو من ارض المزرعه ب115 وبتباع للمستهلك ب120 جنيه. اما بقى عن اسعار الرومي، فالرومي الاسود النهارده للاسف الشديد وصل ل125 من ارض المزرعه وبتباع للمستهلك النهارده ب130 جنيه. الرومي الابيض النهارده 105 وبتباع للمستهلك النهارده ب110. الارنب النهارده 90 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه وبتباع للمستهلك ب95 جنيه. اسعار البط البلدي النهارده عامل 110 جنيه تنفيذ وبتباع للمستهلك ب115 و120 جنيه. البط المسكوفي النهارده 100 جنيه تنفيذ وبتباع للمستهلك ب110، وفي ناس بتبيعه بنفس سعر البط البلدي. كمان البط المولر النهارده رفع سعره في التنفيذ ل90 جنيه وبيتباع للمستهلك النهارده ب95 جنيه. اما اسعار البط الابيض النهارده او البكيني 60 جنيه تنفيذ وبيتباع للمستهلك النهارده من 65 ل70 جنيه، وفي ناس بتبيعه او في محلات بتبيع ب75 جنيه السعر. بالنسبه لاسعار البيض النهارده رفع جامده جدا، وسعر طبق البيض البلدي النهارده 137 جنيه من ارض المزرعه وبيتباع للمستهلك النهارده ب150 جنيه. وطبق البيض الاحمر النهارده 127 جنيه من ارض المزرعه وبيتباع للمستهلك برضو ب140 جنيه، ويتباع قطاعي سعر البيضة ب5 جنيه. طبق البيض الأبيض النهاردة 128 جنيه من أرض المزرعة بتباع للمستهلك النهاردة 140 جنيه، وبرضو بتتباع البيضة قطاعي ب5 جنيه. ارتفاع طبعا رهيب في أسعار البيض. يا رب الفيديو